السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة جايب لك أحداث يوم الاثنين القادم، طبعا هو بكرة. فاضل 3 ساعات بالكتير يا جماعة، وشركة كومامي هتعمل صيانة عشان تضيف الباكات، وتضيف طبعا هدايا من شركة كومامي. طبعا يا جماعة أنا متوقع احنا هناخد طبعا 100 كوين، زي ما انتوا عارفين هناخد 100 كوين طبعا تسجيل دخول. طبعا انت خدت 100 كوين، طبعا التصريف الباك هينزل هنا طبعا يا جماعة، ودي حاجة متوقعها. فالباكات هقول لكم على دلوقتي باكات الباكات بتاعت الاتنين. طبعا يا جماعة هو ده الباك اللي هينزل طبعا يا جماعة ان شاء الله اللي ميسي هينزل بجد. يعني انت يا جماعة هتاخد بكرة 100 كوين، افتح على الباك ده بجد. انا على طول يا جماعة انا هعمل لكم سهرة على كورتوا او سهرة على ميسي يعني، بس الباك نزل يعني ان شاء الله ينزل. انا بقى بقول لكم حاجة يعني دلوقتي انتوا شايفين كل اللعبة دي ان شاء الله هتنزل في اخر يوم الاسبوع، بقول لكم اهو ماشي. طبعا يا جماعة كمان كريزمان، وكمان مدافع روجدر يا جماعة اول مرة ينزل، وكمان شريف حكيم زي حكيمي، ولعبة أسطورية بكل معنى الكلمة. فانت شايف الباك على فكرة أسطوري، فالباك ده ياخد تقييم 5/5. طبعا ده إن شاء الله هينزل من باك، هينزل من باك 5 نجوم، وان شاء الله ناخد برضو هدية بطاقة 5 نجوم. بس طبعا والشركة يعني خلفت توقعاتي، طبعا هنزله بالكوين. طبعا نزلته بالكوين يا جماعة، هيبقى كام فتحة؟ هيبقى 5 فتحات و100 كوين طبعا. دلوقتي عايز اقول لكم حاجة، ده هيبقى شكل الباك طبعا، هيبقى شكل البطاقة. هناخد البطاقة اللي هي البطاقة دي، هناخد ب5 نجوم، دي هي دي البطاقة دي هتبقى دي البطاقة العادية زي كل البطاقات يعني، وعارفكم يعني البطاقات عاملة ازاي. طبعا يا جماعة اللعبة دي ممكن تنزل برضو، بس يا جماعة انصحك يا جماعة اي لاعب جالك يعني انت بيعه ماشي. ده بقول لك اهو، عشان اللعبة دي بجد يعني لعبة ضعيفة على فكرة. يعني انتوا يا جماعة شايفين وصل ليفل ماكس كام، وضعيفة تخيلوا يا جماعة، ولا بيصد ولا اي حاجة يعني، حتى ولا المدافع ده بيعمل حاجة، ولا المدافع ال 93 ده ولا اي حاجة. يعني انا بجد بقول لك متشتريش منهم ولا اي لاعب. طبعا دلوقتي في حاجة هتنزل بكرة، هو حدث. طبعا زي ما انتم شايفين هنا ان الباك ده بس الباك الجاي في 5 فتحات ماشي، زي ما انتم عارفين. طبعا زي ما انتم شايفين اهو الباك. طبعا تقدر تجيب كل اللعبة ان شاء الله 5 نجوم هتجيبهم ان شاء الله. طبعا اهو ده يعني يوم 26 اللي هو بتاع بكرة، هو طبعا فاضل 3 ساعات بكتير. فالباك ده انا بقول لك يعني، فان شاء الله الباك بتاع ميسي ينزل. بس انا بقول لك يا جماعه الباك ممكن بتاع باك ميسي ما ينزلش، ففي باك تاني هينزل. طبعا يا جماعه في لعيبه اقول لكم عليها دلوقتي. اول لاعب طبعا هو اللاعب الموجود هنا في الباك، هو حكيم زياش. زي ما انتم شايفين حكيم زياش اول لاعب هينزل في في الباك التاني. ممكن يبقى الباك التاني والباك الاول، وما جاش في اللعيبه هبقى ده الباك الاول تاني. طبعا دلوقتي زي ما انتم شايفين ممكن ينزل ماشي. ده بقول لكم. وتالت حاجة كليان مش هينزل، طبعا عارفين كليان نزل له 5 نسخ، ينزلوا ليه؟ وليكم مدرش طبعا. وطبعا يا جماعة حكيم زيش طبعا انتوا عارفين. وهينزل يا جماعة بقى دي ماريا تاني نسخة تنزل ان شاء الله، تنزل في النسخة ان شاء الله. طبعا يعني زي ما انتوا شايفين اللاعب الياباني هينزل، هو موجود. طبعا انت هو احكي اللاعب ده قول لي يعني ماشي. طبعا يا جماعة وهو الحارس ده يا جماعة كان حارس، كان متألق مع منتخب اليابان الحمد لله يعني. اليابان يوصل لدور 16 على فكرة. الفكرة اليابان كانت كسبت يا جماعة، كان هناخد كوين، كان اليابان هتاخد كوين كتير أوي يا جماعة. بجد يا جماعة أنا إن شاء الله آمن فبجد بقى. وأنت معاك 300 كوين 400 كوين افتح الباك ده. يا جماعة عشان خلاص كده فاضل لي 17 يوم، يعني أسبوعين بالكتير والباك ده هينتهي، يعني أسبوعين والباك ده على طول هيتشال. فيعني هنصح نفتح الباك ده. انا بجد يوم الخميس الجاي هفتح عشان في كوين هناخده. طبعا يا جماعه ما في حاجه عايز اقولها لكم، لازم
قبل ما يعني 3 ساعات دول لازم تقرب، عارف يعني بلدك ايه، لازم تقرب عامل كده. يعني انت يا جماعة دلوقتي انتوا شايفين، استنوا اهو ده وليد اليابان اهو. اروح على طول اعمل ايه؟ اروح انا اعمل شعار لليابان. ليه؟ عشان يا جماعة هما ممكن يدونا كوين، ممكن يدونا حاجة، فانت تقرب عامل الشعار. ماشي. طبعا يا جماعة في حاجة تانية لازم اقولها لكم. فبكرة زي ما انتوا عارفين خلاص 3 أيام بالكتير. فانا بجد ممكن اقولك على حاجة ممكن تعملها قبل طبعا، يعني قبل ما، يعني قبل الخميس الجاي، عشان الخميس الجاي هينتهي حدث المليار كوين وهيتوزع الجوايز ان شاء الله. بكره يا جماعه ان شاء الله يوم الخميس الجاي هناخد كوين. بس انا وقت بقول لكم يعني هبقى بصوا يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اليابان الحمد لله كسبان، عشان انا دولتي انا عشان هاخد كوين يعني. فطبعا زي ما انتوا شايفين كده هنا كاتبين انا اقولكم على 5 حاجات انتوا يعني 5 حاجات انتوا عملتوها يا جماعه. يعني انتوا كسبانين هتكسبوا، تقدروا تخلوا مرتبة مصر دي اعلى. بس انتوا تخلوا شعار مصر وشعار مصر وتلعب بشعار مصر. بجد يا جماعة هنعرف نوصل حتى المركز الخامس، انا بقول لكم بجد يعني. طبعا اهو جبت على الاهداف ده. طبعا اهي مصر يعني لها فرصة وضيعتها، يعني فاهم. مصر اهي يعني ولعبت، ممكن كمان تقابل يعني تهزم البرتغال ان شاء الله. ان شاء الله يعني البرتغال يعني تتهزم ان شاء الله. يعني اليابان هتاخد كوين كتير جدا. بقول لكم يعني احنا ان شاء الله كده يا جماعه انا متوقع كام كوين، كل واحد هيتوزع له ان شاء الله كوين. بس انا دلوقتي اقول حاجه تانية عشان لازم تبقوا عارفين. ده في فيديو بعد شويه هنزله على الحدث بتاع اللي هو الكوين ده، عشان ده حدث مهم جدا. مفيش ناس كتير ما تعرفش الحدث ده ازاي بيشتغل وازاي بيتلعب. انا بقى هنزل لكم فيديو بس نص ساعه بالكتير هنزل الفيديو. طبعا زي ما انتوا عارفين طبعا ده الباك اللي الباك ده ب60 GB، 60,000 GB ماشي. 60,000 ايه جي بي. فبس كده دي الاحداث بتاعت اللي هو يوم الاثنين القادم، اللي هو خلاص فاضل 3 ساعات. فعايزكم تشوفوا القناة وفعلوا زر الجرس. والايام الجايه ان شاء الله يا جماعه هنزلكم الاحداث بتاعت يوم الاثنين ويوم الخميس الايام الجايه دي. طبعا يا جماعه في تشكيلتي، دي التشكيله بتاعتي بجد. في لعيبه كان بدي واحد صاحبي حسابي، طبعا هو سرق مع لعيبه والحمد لله انا عرفت ارجع الحساب قبل ما يبيع بقيه اللعيبه. فبقول لكم يعني ان شاء الله كده انا يعني اطور تشكيلتي وتشكيلة راب اسطورية من جوه. بس انا قلت لكم معاكم مصطفى الحمد لله. معاكم مصطفى، سلام عليكم.